قبل الختام الزوجة اللي زوجها على طول بيطلق بصره، ما بيغضش بصره، متعدد العلاقات، ما بين قوسين بتقال عليه النسوانجي بتاع ستات، كل يعني التعريفات اللي بتتقال عنه او المصطلحات اللي بتتقال عنه، تعمل معاه ايه؟ تقومه ازاي وتنصحيها بايه؟ علشان معظمهم او كلهم في غصة في قلبهم وتقولك هو انا وحشة، هو انا ليه بيعمل معايا كده، هو انا ناقصني ايه عن كل الستات اللي هو بيكلمهم، والله العظيم انا حلوه وزي الفل، وبتلاقي في كسره في كلامها وكسره في قلبها كده. عايزاكي تطبطبي عليهم بقى. اهم حاجه ان هي للاسف كل النساء دي بتحس بنوع من انواع النقص وضعف في الشخصيه وقله الحيله، ان هي بتحس ان انا قليله، فبالتالي انا تسبب لي شخص اخر في اذى نفسي وفي مشكله المفروض ان انا دايما بدور اقويها ازاي. يعني غالبا النساء دي بتبقى واثقه في نفسها لما بتيجي تتزوج من تصرفات الزوج وتكرار بعض الامور الصعبه، بتحس ان زي ما انت بتقولي كده، طب ليه؟ طب وانا فيا مشكله؟ وخصوصا لو الزوج بيجاهر بهذا الامر ويقول لها ما انت مش عارفاني او فاول حاجه بننصح بيها ان انا من البدايه الاختيار، لو كان جاي لي شخص وفيه هذا العيب الخطير اللي فيه جزء من الحرمانيه كبيره، فانا بالتالي ببتعد عن هذا الامر. لو الشخص جه وقال لي انا كنت كذا وكذا وكذا ولكن تبت الى الله ولم يعد في هذا الطبع فانت عليكي بالاستخاره وعليكي تشوفي وتقيمي الامر. لا والله انا اتجوزت واتدبست بقى وخلاص وطلع هو الزوج فيه شويه الصفات اللطيفه دي وانا مش عارفه. اول حاجه يا جماعه الزوجه تعملها تقيمي العلاقه بينكم عامله ازاي، لانها متفاوته. بمعنى في زوج كريم وبيجيب وبيودي وبيوفي حق بيته و بس هو في العيب ده، فبالتالي وبيسمعك وبيحترمك، ولكن هو عارف نفسه بقى، هو بيحب الستات ونفسه يتجوز او بيتجوز ايا كان المرحله اللي هو وصل فيها، ولكن مفيش واحد بيجمع بين انه بيصل في مرحله كبيره من الحرام ويكون كويس. الحرام وكويس ما بيجتمعوش. يعني غالبا ده بيبقى اخره بيبص بيبحلق. طب لو بيتكلم، لو هو شايلها من على الارض شيل زي ما انت بتقولي كده، كل طلباتها مجابه، بس هو ما فيهوش الا العيب ده. ايوه، ما هي دي اللي احنا بنقول بقى لازم. لا مش حكايه استمرار او بقول لك علاقه وحياه وابناء وبيت، ما احنا مش هنهده في قعده. ففكره انت اول حاجه لكل الزوجات اللي زوجها بيكون عنده مشكله انه نسوانجي او بيبص بره، اول حاجه قيمي علاقتك مع زوجك، مده الزواج، الصفات الاخرى، اعترافه بالامر ولا مش معترف بيه، مدى وصول الخلل ده ايه، سقفه بيبص ولا سقفه بيتكلم ولا سقفه شات ولا سقفه حرام ولا سقفه زنا. عشان انت لما هتاخدي الاثنين الاخره دول يا حبيبتي لا خلاص ما ينفعش تكملي، ده فيها الموضوع منتهي. فاول حاجه بتقيمي العلاقه. تاني حاجه المواجهه والكلام. يعني ايه؟ يعني انا اشوف، لان في رجاله بتفضل تنكر تنكر تنكر، انا ما بعملش انت بتهيألك، انت ما اعرفش ايه. ففكره الانكار او لا انا كده اوضه طبع فيها ومش عارفه ابطل، ساعديني عفيني. ففكره موقع الزوج وكلامه واعترافه بالامر دي النقطه الثانيه. يعني تشوفي على ان ده اللي هيتبني عليه. النقطه الثالثه اللي هي عدم وجود الفراغ. يعني هو مش ابنك هنقول اشغليه والبخيه ودايما وتزيني واعملي اني زي ما بنقول، مهما اقول لك بلغي في اللبس، انا بقول لك معايا مستويات عاليه جدا ورغم ذلك هو لا يرضى، لان انا بتكلم في جزء كبير من الموضوع بجانب الوازع الديني، عدم رضا. هو لا راضي عن زوجته ولا راضي عن حياته الزوجيه ولا راضي بيها كست، فبالتالي مش هيرضى. فلازم نتكلم مره واتنين ونحط بقى بعض الخيارات. انا مش هقدر، كل واحده وطاقتها بقى، مش هقدر استمر بهذا الوضع، لا انا ما ينفعش اكمل كده، لا انت حره، كل واحد يروح لحاله، لا دي عيشتي وكملي معايا. ما تطلعيش بسقف انت مش قده، يعني ما تطلبيش طلاق وانت مش قد الطلاق، ما تطلعيش ان انت بتهددي بحاجه وانت مش هتعمليها. ولكن الامر بيكون الاول تحديد المشكله وابعادها وواصله للمدى ايه، وبعد كده تفكري لوحدك او تتناقشي معاه ان احنا عايزين نشوف حل للموضوع ده لو شايف اصلا دي مشكله. ومن جواكي ما تطلعيش بسقف توقعات انت مش قده. امتى اطلع؟ لما نصل للمراحل الحرام الكامله، الزنا، العلاقات الكامله. يعني واحده تقول لي انا بجيب لوكيشنات فنادق، هو بيروحها اللوكيشن موجود عنده في الشات وانا جبت وخدت سكرينه، لا
لا ما ينفعش ان انا ما اقول لك ينفعش لا ده ندخل بندخل اهل وخلاص والموضوع بينتهي. تمام. انا مش هعيش عيشه فيها حرام. فلازم نبقى فاهمين جدا اللي اخره كلام او في عقد او هو حاسس في رجاله على فكره اخرها كلام لان هو حاسس ان هو قليل، يقعد يتكلم وانا وهو ما فيش فيه اي حاجه اصلا. فده محتاج يتهز بسلوكه ويتعدل ويشوف حد. لا يا حبيبي احنا لازم نشوف لان ده ما ينفعش. تمام. ولازم تحطي دايما قدامه الوازع الديني، ما احبش حياتنا تبقى فيها حرام.